الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني أصحاب الجلال والسمو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن أرحب بكم في بلدكم الثاني، متمنيا لكم طيب الإقامة، وداعي المولى عز وجل أن يكون جهودنا بالسداد والتوفيق، معبرا عن بلغ الشكر والتقدير لصاحب السمو الأخ الشيخ تميم بن حمد الثاني من دولة قطر الشقيقة على ما بذله من جهود موفقة لرئاسته للمجلس الأعلى في دورته السابقة لتعزيز المسيرة المباركة للمجلس التعاون. إخواني الأعزاء، مع ما تنعم به دولنا والحمد لله من أمن واستقرار وازدهار، إن منطقتنا تمر بظروف وتحديات وأطماع بالغة التعقيد، تستدعي منا التكاتف والعمل معا للاستمرار في تحسين دولنا من الأخطار الخارجية، ومد العون لأشقائنا لاستعادة أمنهم واستقرارهم، ومواجهة ما تتعرض منطقتنا العربية من تحديات وحل قضاياها، وفي المقدمة ذلك القضية الفلسطينية، واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. بالنسبة لليمن، فإن دول التحالف حريصة على تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق تحت قيادة حكومته الشرعية، ونحن في دول المجلس ندعم الحل السلمي يتمكن اليمن العزيز من تجاوز أزمته ويستعيد مسيرته نحو البناء والتنمية. نضيف نملك المعارضة السورية دعما منها لإيجاد حل سياسي يضمن وحدة الأراضي السورية وفقا لمقررات جنيف 1. إن على الدول العالم أجمع مسؤولية مشتركة في محاربة التطرف والإرهاب والقضاء على أيا كان مصدره، وقد بذلت المملكة الكثير في سبيل ذلك. سنستمر في جهودنا بالتعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة بهذا الشأن، مؤكدين أن الإرهاب لا دين له، ودين الحنيف يرفضه ويمقته، هو دين الوسطية والاعتدال. أيها الأخوان الأعزاء، يأتي لقاؤنا اليوم بعد مرور 35 عاماً من عمر مجلس التعاون، ووقت مناسب لتقديم الإنجازات وتطلع إلى المستقبل وما حققه المجلس، فإن مواطنين يتطلعون إنجازات أكثر تمس حياتهم اليومية وترقى لمستوى طموحاته. وتحقيق لذلك إننا على ثقة أننا سنبذل جميعا بحول الله وصار للجهد للعمل لتحقيق نتائج ملموسة لتعزيز مسيرة التعاون والترابط بين دولنا ورفعة مكانة المجلس الدولية وإيجاد بنية اقتصادية واجتماعية تعزز رفاه المواطنين والعمل وفق سياسة خارجية فاعلة تجنب دولنا الصراعات الإقليمية وتساعد على استعادة الأمن والاستقرار في الدول الجوار، واستكمال ما بذلناه من بناء منظومة دفاعية وأمنية مشتركة بما يحمي مصالح دولنا وشعوبنا ومكتسباتها.